السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة ان شاء الله شئت الرحمن جايب لكم فيديو جديد ويا رب يعجبكم. بس قبل ما نبدا هنصلي على النبي ونسمي الله. الفيديو بتاعنا النهارده بيتكلم عن ايه؟ ازاي اعمل راس مال من جنيه واحد. انا هقول لك ازاي تعملي راس مال من جنيه واحد. اول حاجة اي فلوس فضية تجي معاكي ماشي ما تصرفوش، جيبي اي حاجة عندك، اي علبة او اي حاجة، مش ضروري تروحي تشتري حصالة. يعني مثلا جبت ايه علبة عندي زي كده، علبة اهيت، ما رحتش اشتريت حصالة ولا حاجة. كل ما يجي معايا فلوس فضية كنت بشيلها فيها. اي فلوس فضية بتيجي معايا بروح ايه محطها في العلبة واروح قافلها وانساها خالص اكنها مش موجودة معايا لحد ما عملت بعمل مثلا فلوس زي كده. يعني دول مثلا كان معايا دول 250 جنيه فضيه، انا بحط الفلوس وبنساها واجي مثلا ايه حسب بقى الوقت بقى شهر شهرين، حسب مثلا انت بتلاقي مثلا علبه اتملت معاكي زي كده وتروحي ايه او اي حد سوبر ماركت انت بتتعاملي معاه وبتديها له وبتصححيها مثلا 100 200 ب 300 حسب ايه، وتحافظيهم هتحافظي عليهم وما تصرفهمش في البيت. احنا الايه السيدات ايه ايدها فرطه شويه، بس اي واحده فينا لو عاوزه تحوش فلوس بتحول. بدل انت عاوزه تعملي راس مال ممكن تعملي راس مال من ما فيش من جنيه واحد هتعملي راس مال. انا حوشت الفلوس دي 100 في 100 في 200 لحد ما عملت 2000 جنيه راس مال. راس مال ده بقى ممكن تشتغلي بيهم، تجيبي ملابس، تجيبي ادوات منزليه، تجيبي اي شيء حتى لو اقل حاجه وتشتغلي بيه. مش هتقولي مثلا انا هسه هحوش مثلا في الشهر شهرين ثلاثه، لا مش دي حاجه ارزاق بتاعه ربنا، ممكن ربنا يكرمك وانت انسى بس الفلوس اللي تحطها الفضيه انسيها، بدل في نيتك ان انت هتعملي راس مال لحاجه انت معينه انت عاوزاها تشتغلي بيها، ربنا هيكرمك عشان انت اصلا بتفتحي باب رزق ليكي عشان تساعدي اولادك وتساعدي جوزك في الموضوع ده. وربنا يا رب يرزقنا جميعا ان شاء الله بشيء الرحمن برزق الطيب ورزق الحلال. يبقى احنا قلنا ايه؟ من جنيه ممكن نعمل راس مال اقل القليل 1000 2000 جنيه وتشتغلي بيهم. يا رب الفيديو بتاعنا لو عجبكم ما تنسوش يا جماعه الاشتراك واللايك والكومنتات بتاعكم. واحسن من ده كله بقى تعملوا راس مال تركني حاجه بسيطه كده منه، يعني كل مثلا ما تعملي 200 جنيه 300 جنيه حسب ما تقدر تطلعي حاجه بسيطه صدقه كده ايه عشان ربنا يبارك لك في الرزق بتاعك. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.